ركز معايا. السؤال بيقول انا عندي خراج والضرس بيتلخلخ. طيب لو الخراج ده عالجناه، هل الضرس هيثبت ولا ايه الوضع؟ هنا بقى بيبقى فيه كلام. رقم واحد، ممكن يكون اللخلخه دي بسبب الخراج وبسبب الالتهابات اللي موجوده في الاربطه اللي ما بين العظم وما بين الضرس. فاول ما نعالج الخراج ده، نعمل حشو عصب مظبوط، ناخد علاج، الخراج ده ينشف والالتهابات دي تروح، الضرس او السن يثبت تاني. طيب المشكله الثانيه ان يكون العظم حوالين الضرس ده اتاكل، فما بقاش فيه حاجه ماسكه الضرس ده اصلا. فهنا كده احنا خلاص غالبا الضرس ده لازم يتخلع، ونشوف طريقه لتعويضه، سواء تركيبه ثابته بقى او امبلانت او ايا كان الوضع عامل ازاي. فدول الحالتين اللي ممكن يكون فيها الضرس بيتلخلخ، وعلى حسب وضع الضرس بيكون طبعا العلاج. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.